وهنا كرة عرضية بيتحرك من الخلف للأمام بشكل هايل وبيحط مدفع بدماغه وبيسجل هدف. هو فعلا مهاجم ممتاز جدا. بعض الأحيان كده بتجيلك فرصة لازم تستغلها، والنهاردة هقدم للنادي الأهلي واحدة من الفرص الممتازة جدا للتعاقد مع مهاجم مرعب، لاعب قناص وهداف بقدرات مختلفة، لاعب في أعلى كواليتي في العالم، ولكن الفرصة المرة دي ممتازة للتعاقد معاه. حلقتنا النهاردة عن اللاعب جوش ماجا المهاجم النيجيري المميز، واحدة من الحلقات اللي أنا متحمس ليها جدا، لأن هتكلم عن لاعب أتمنى إنه ينضم للنادي الأهلي. فواحد اللي صلى على النبي واعمل لايك ويلا بينا نبدأ الحلقة. اللاعب اللي قدامك ده اسمه جوش ماجا، مواليد 98، يعني عنده 25 سنة في الوقت الحالي. طوله 181 سنتي وقيمته التسويقية 2,800,000 يورو، وبيلعب حاليا مع وست بروميتش الإنجليزي وعقده ممتد لحد موسم 2026. ماجا بدأ مسيرته في انجلترا ولعب لناشئين فولهام ومان سيتي وساندرلاند. في موسم 17-18 ياخد اول خطوه كبيره في مسيرته، لان تم تصعيده للعب مع الفريق الاول لساندرلاند وقتها، والموسم ده كان بيلعب في الشامبيونشيب الانجليزي. لعب 22 مباراه بما يعادل 9 مباريات فعليه، وقدر يسجل هدف، ولكن الحقيقه مستوى الفريق بشكل كامل كان سيء جدا. علشان كده مع نهايه الموسم ساندرلاند بينزل للدرجه الادنى، وماجا كمل مع الفريق وتألق جدا الموسم اللي بعده. لعب 30 مباراه وقدر يسجل 16 هدف، وكان نجم الفريق الاول وقتها. وكان من الطبيعي بعد الموسم ده يخرج لتجربه افضل بعدها علشان فعلا ينتقل لنادي بوردو الفرنسي، وده كان في موسم 19-20. لعب الموسم ده 24 مباراه بما يعادل 9 مباريات فعليه، سجل 8 أهداف وصنع 3، وأرقامه فعلا كانت هايلة مع أول موسم ليه. وكمل مع الفريق الموسم اللي بعده ولعب الدور الأول فقط، ولعب 17 مباراة وسجل هدفين، علشان في يناير يطلع إعارة لفولهام الإنجليزي. فولهام كان بيلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وقتها، كانت خطوة كبيرة ولكنها ما كانتش أفضل حاجة، لأنه لعب 15 مباراة بما يعادل 8 مباريات فعلية، وسجل هدفين قدام ايفرتون، علشان بعدها يطلع إعارة تانية إلى ستوك سيتي في موسم 21. ولعب 17 مباراة بما يعادل 12 مباراة فعلية، سجل هدفين وصنع 3، وبعدها يرجع مرة تانية لبوردو علشان يقدم أفضل موسم في تاريخه، وده كان موسم 22-23. ولعب على مدار الموسم ده 41 مباراة بما يعادل 34 مباراة فعلية، سجل 17 هدف وصنع 6، يعني ساهم ب 23 هدف في 34 مباراة فعلية، ودي أرقام ممتازة في دوري من أقوى الدوريات في أوروبا، ليجا تول فرنسي. وطبعا اتعودنا على مدار مسيرته، واكيد خدت بالك ان اللاعب ده دايما مطلوب من الانديه الانجليزيه سواء في الدوري الممتاز او حتى الشامبيونشيب. وزي ما قلت لك ان موسم 22-23 ده كان افضل موسم في تاريخه من حيث الارقام، وكان الطبيعي يجيله عرض من احد الانديه الانجليزيه وقتها. وبالفعل الموسم اللي بعده بينتقل لوست بروميتش الانجليزي. وهنا نيجي للمهم واللي خلاني ارشح اللاعب للاهلي، واشوف ان المفاوضات ممكن تكون مش صعبه، وده كان لعده اسباب مختلفه هكلمك فيها. ولكن تعالى نعرف عمل ايه الموسم ده. بعد انتقال ماجا الى وست بروميتش ما خدش عدد دقايق كافي، وحرفيا اللاعب بعد عن حسابات المدير الفني تماما، رغم انه مهاجم جامد ونفس المدير الفني ده اللي طلب ضم اللاعب. ولعب في موسم 23-24 14 مباراه بما يعادل 4 مباريات فعليه، وطبعا زي ما قلت لك ده كان لسبب رقم 1 اصابه اللاعب في الكاحل اثناء الموسم، وغاب لمدة 4 شهور ورجع مرة تانية. بس هنا المدير الفني خرج المهاجم بره حساباته تماما، وبقى في 2 لاعبين مكانه، والموضوع بقى صعب جدا انه يشارك، علشان ماجا ياخد القرار انه ينزل يلعب مع فريق تحت 21 سنة علشان يرجع المستوى البدني بتاعه ويقدم المستوى اللي يؤهله انه يلعب مع الفريق الاول، ويقدر يقنع المدير الفني، لانه ولا هي اصابه مزمنه ولا اي حاجه من هذا القبيل، ولكن المدير الفني كان محتاج لاعب جاهز علشان يقدر يديله فرصه اكبر. وماجا اثناء الموسم ده سجل 3 اهداف وصنع هدف، منهم هدفين مع فريق تحت 21 سنه قدام ليدز يونايتد. هتقول لي يا طوفان ازاي الاهلي يتعاقد معاه؟ بص انا عارف ان في ناس هتعترض على انه كان مصاب، بس انا بشوف طول ما هو عنده امكانيات كبيره ولعب في ليفل كبير زي الدوري الانجليزي والفرنسي، اكيد لازم يكون في ثغره علشان لاعب زي ده يلعب في افريقيا. والموضوع مش سهل تماما، لان المهاجم ده لو بيقدم افضل مستوى ليه مستحيل يلعب في افريقيا غير بمبالغ كبيره. وطول ما هي مش اصابه متكرره فايه المشكله؟ هنا التفاوض هيكون ايجابي لان اللاعب مش بيشارك وبعيد عن حسابات المدير الفني تماما، واعتقد يعني ان النادي بتاعه مش هيبالغ في الارقام بتاعته علشان يخرج. وانا بشوف لو ينضم على سبيل الاعاره ونقيمه لمده موسم، نجح كان بها، ما نجحش يرجع مره تانية ومفيش مشكله. ولكن الجميل هنا لما تتعاقد مع اللاعب ده لو نجح
هتكون متأكد 100% انه قادر يقدم لك شيء في الملعب. وانت بتضم مهاجم متمرس في اوروبا ونقطة للامام في سكواد النادي الاهلي، تقدر تقول كده كواليتي مختلف. وانا بشوف كمان انه مناسب لطريقة لعب الاهلي. ماجا لاعب يمتلك سرعة تحرك هايلة من عمق الملعب، عنده ذكاء في التعامل مع الرقابة، الوضع الجسدي بتاعه هايل، يعني مثلا هنا بيتحرك بشكل هايل في المساحة وبيستلم الكورة وبيسدد ويسجل، وهنا برضه بيعمل دريبل بشكل هايل وبيسدد بشماله وبيسجل برضه، وهنا بيتحرك بشكل ممتاز، الكرة بتتلعب بالعرض فيطلع بارتقاء وتوجيه ويسجل هدف من ضربة رأسية. هو فعلا مهاجم عنده تنوع كبير ما شاء الله، مسدد هايل برجله الاثنين سواء اليمين الأساسية أو حتى الشمال العكسية، الدريبل بتاعه جيد والكرة تحت رجله شكلها حلو، يعني كورته مش ضعيفة، هو لاعب متوسط المستوى في الجزئية دي. على سبيل المثال لو استلم على احد الجناحين يقدر يحل بشكل فردي عادي جدا، بيجيد لعب الضربات الرأسية، مش اناني اطلاقا، وطريقة لعبه جماعية، واكبر دليل انه قدر يصنع 19 هدف على مدار مسيرته، وده رقم جيد بالنسبة للمهاجم. مهاجم محطة بينزل ويستلم ويسلم الاجنحة، وصنع اكتر من هدف على مدار مسيرته. الخلاصة كده انا بشوف انه مناسب، ومن حيث الفترة دي هي اكيد فرصة للتعاقد معاه، لان زي ما قلت لك لو في التوب بتاعه مستحيل يلعب داخل افريقيا غير بمبالغ كبيرة. مهاجم عنده مسيرة محترمة ولسه عنده كتير يقدمه، 25 سنة، صغير في السن، وتقدر بعد كده تسوق اللاعب وتكسب فيه مبالغ كبيرة كمان. قول لي رأيك في الكومنتات تحت، هل المهاجم ده مناسب للأهلي وطريقة لعب الأهلي؟ وهل يقدر يضيف الموسم القادم في البطولات القوية جدا اللي هيشارك فيها النادي، ولا انت شايف ايه؟ واخيرا هستنى رأيك في الكومنتات. واخيرا اتمنى قبل ما تقفل الحلقة يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحة الرسمية على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي. نتقابل بخير، سلام.